هاتي قهوتك وتعالى رسيكي. عزيزي مروان سري، قدر الله ما شاء فعل، وعسى أن تكرهوا شيئا وربنا يعوض عليك، ولكن كل ما أقول خليني في حالي وماليش دعوة باللي بيحصل تستفزوني. اللي بيتكلم مجنون والمستمع عاقل. ليه بتتعاملوا مع الناس اللي بتسمعكم ان هم اغبياء؟ يعني ما عملوش عليكم سيرش وعرفوا ايه جنسيتكم وايه انتمائكم وايه ديانتكم قبل ما تمضوا العقد؟ لما رحت شاركتهم ما كنتش تعرف موقف انجلترا من القضيه؟ ضحكوا عليك عشان كانوا عايزين ال2 مليون اللي هم ال5% بتوع حضرتك، فقالوا نجيب رجله مثلا. اف هم ضد افكارك، انت مش هتأثر عليهم ب5% خالص. يعني ال5% دول ما لهمش صوت. يبقى انت ما درستش الوضع. انت رحت استثمرت بره ليه؟ ما اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، ما عندك انديه. عندك انديه هنا محتاجه حد يساعدها. فدي بنادي هنا تشوف ايه السياسات، ايه اللي اقدر اتحكم فيه، ايه اللي اقدر اغيره. جرب في بلدك الاول، تتعلم من حقك تسافر ويبقى عندك طموح ونشوفك راجل مصري محترم عنده نادي في انجلترا. مش عيب. انا بس ضد ان كل اللي بيفشل في حاجه او يطلع مش فاهم في حاجه او يستك في حاجه او يعمل شوف حاجه يزايد على القضيه. لا، انت رايح وعارف هم موقفهم ايه. ده لو فرضنا ان ده السبب. بس